السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مودي جلال من قناة فيش ستوري. النصيحة العاشرة دي هنقف معاها شوية، لأن النصيحة العاشرة خاصة بجسم السمكة. خلصت من المية، تعالى بقى في السمكة اللي انت نقيتها هيبقى شكلها عامل ازاي. هنبتدي. واحد، الفم. بق السمكة، راقب بق السمكة جدا، معلوش نقط حمراء، معلهوش دمل كده لونه ابيض او حاجه كده ورمه لونها ابيض، لان ده اسمه قطيفه، مرض القطيفه او القطن الابيض. والاحمر برضو، النقط الحمراء ده برضو مرض مش عايزينها. رقم اتنين، اطلع فوق شويه. العين تبقى جحظه بسيط، تمام، وما تبقاش غائره لجوه او محفوره لجوه. ما تبقى العين بتلمع والسمكه مش على عينها غشاء ابيض شفاف، علشان ده اسمه مرض السحابه البيضاء، وانا مش عايز السمكه مريضه. رقم ثلاثة، خش على الخياشيم. حركة الخياشيم مش سريعة جدا لدرجة ان انا احس السمكة بتنهج، وبرضه مش بطيئة جدا لدرجة ان انا احس ان السمكة عندها صعوبة في التنفس. كل دي اعراض امراض واجهاد غريبة على سمكة طبيعية. الخياشيم تاخد بالك ان مفيش عليها نقط حمراء ومفيش عليها جروح. خش على بعد كده. رقم أربعة، الزعانف الجانبية والزعانف الظهرية والزعانف الأخيرة اللي هي الديل. ركز قوي في الزعانف دي، ما عليهاش نقط بيضة لأن ده مرض الوايت سبوت أو النقط البيضاء، ما عليهاش نقط حمراء، ما عليهاش أي حاجات كده لازقة فيها زي طفيلات السمك أو زي دودة السمك كده. في سمكة خطافية كده بتبقى لازقة في الزعانف عشان خاطر تمص من جسم السمكة. ركز قوي في الموضوع ده. الزعانف بتاعت السمكة كلها تبقى كاملة، مفيش زعنفة لا متقطعة ولا في زعنفة فيها تهتك ولا في زعنفة فيها عفن. ركز قوي، دي حاجات هتشوفها بالعين المجردة مش هتبقى صعبة عليك. رقم خمسة، بصلي بقى من أول البق لغاية الديل على جسم السمكة نفسه، ما يبقاش في نقط حمراء، ما يبقاش في نقط بيضة. الجسم بتاع السمكة ما يبقاش فيه تعاوير أو جروح أو سجحات أو قرح، لأن ده بداية بقى لأمراض تانية كتير الله أعلم بيها هتعرف تعالجها ولا لأ. أنا جايب سمكة أنبسط بيها وتنبسط بيا، مش جاي أجيب سمكة أعالجها. أنا دافع فلوس. خد بالك من جسم السمكة. رقم ستة، خد بالك من جسم السمكة من البطن، ناحية بطن السمكة كده، أعلى فتحة الإيه؟ الإخراج. بطن السمكة ما تبقاش منفوخة قوي، تبقى طبيعية. والقشور بتاعت السمكة ما تبقاش واقفة كده، لأن المرض ده اسمه دروبسي أو مرض الاستسقاء. المرض ده صعب العلاج جدا ليه، عايز تدخل جراحي، وان انا اقعد ادخل بقى سرنجه بقى جوه فتحه الاخراج بتاعت السمكه واشد منها الميه، لان الانتفاخ ده ما هو الا ان السمكه الكلى بتاعتها حوشت الميه جوه ومش عارفه تصرفها، فده اصبح عندي مرض. المرض ده بالذات ملوش علاج الا التدخل الجراحي. والسمكه لا عاشت يا ماتت، ولو عاشت يعني هتعيش يعني تعبانه، لو ليها عمر هتعيش تعبانه. تمام. الكلام ده على البطن المنتفخة مش منطبق على انواع معينة زي مثلا البيرل سكيل اللي هي بتاعت فصيلة الجولد، لان دي ربنا خليها كده قلبوزة كده، بطنها كده بطاية في نفسها كده، شكلها هو كده ربنا خليها كده. تمام، فما تخلطش الامور ببعض. الزعانف اللي انا كلمتك عنها ما فيهاش تقطيع. في نوعين مشهورين قوي من السمك جيناتهم كده او تهجينهم كده، بس هم كده شكلهم الطبيعي، زي الجابيز الفورك تيل اللي هتلاقي الديل السمكة عامل كده متشرط كده، دي طبيعي، دي ما فيهاش حاجة. او الفايتر كراون، في فصيله من الفايتر اسمها الكراون، بيبقى الزعانف بتاعتها ديل مشرطه، تحس انها ايه، صباع 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 صباع، الديل عامل كده مش قافل على بعضه بغشاء زي العادي زي الفايتر العادي، لا، عامل كده متفرع متقطع كده. ده مش فطريات، دي مش زعانف متقطعه، لا، هو دي خلقتها.
كده نبقى احنا خلصنا ال10 نصايح بتوعنا. اخر نصيحة هقولها لحضرتك وحطها في دماغك كويس جدا. حضرتك بتاخد قيمة مقابل سعر، تمام؟ في سمكة سعرها الفعلي 200 جنيه وبتتباع ب 2000 جنيه. زي ما بقول لحضرتك كده، يعني ما تستغربش، لان اللي قدامك لو فهم ان انت مش فاهم او مش عارف، سهل قوي ان هو يقولك لا يا باشا دي جريد عالي، السمكه دي اكل واكله كذا وعامله كذا ومسويه كذا، وهي اصلا السمكه عندها تقزم. يقول لك لا دي ثمنها 2000 ونص، لا ثمنها 2000 جنيه، وهي اصلا ما تجيبش 200 300 جنيه. مأكلها اي كلام، مربيها في ميه اي كلام، السمكه حصل لها تقزم، السمكه ما وصلتش للحجم الطبيعي في الوقت الطبيعي من دوره حياتها، فاصبحت صغيره على عمرها. ده بيأثر على صحه السمكه وعلى مناعتها كمان. فخد بالك من الحاجات دي كويس قوي. اقرا كويس قوي عن السمكه اللي انت رايح تجيبها، افهم كويس قوي السمكه دي شكلها عامل ازاي، اسلوبها في الحياه عامل ازاي، طريقتها في السباحه عامله ازاي، علشان ما تتلخبطش بينها وبين سمكه تانية وفي الاخر تظلم التاجر او تظلم نفسك. خد بالك، انت بتدفع فلوس لازم تاخد قصادها قيمه. لا معلش، انا مش بكلمك عن سمكه ب 2000 جنيه، لا انا برضو بكلمك عن سمكه ب 10 جنيه. لو انت دافع 10 جنيه خد سمكه ب 10 جنيه، ما تاخدش سمكه بجنيه و2 جنيه، وتكون دي قيمتها. دي النصايح، لو ركزت فيها ان شاء الله ربنا يكرمك بسمكه تكون كويسه، صحتها حلوه، جريد محترم، تعيش معاك فتره طويله، مناعتها قويه. وكده تكون خلصت حلقه النهارده. يا رب اكون عرفت اوصل المعلومه، ويا رب اكون مفيد ليكم. اي حد عنده اي اسئله، اي حد عنده اي استفسار، اتفضل حضرتك اسال السؤال اللي انت عايزه في الكومنتات تحت، وانا بعون الله ان شاء الله باذن الله انا ما بسيبش كومنت الا وان انا بجاوب عليه. اشوفكم في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.